اخدكم معايا في يوم جديد في حياة واقول لكم بقى عملت ايه النهارده. بقالي بقى فتره كبيره قوي زهقانه من الفطار اصلا وما بفطرش، فقلت بقى النهارده يعني هفطر فطار كده من اللي انا بحبه. فعملت لي بقى سندوتشات كده جبنه رومي وحطيت عليها لانشون ودخلتها الساندوتش ميكر عشان تقرمش كده والجبنه تسيح، والاقي شدة الجبنه كده بتطلع معايا. الفطار ده كفيل ان هو يثبت لي بقية اليوم ويخلي كده عندي شغف لبقية اليوم، يعني ويديني طاقة. الفطار ده ما يحلاش غير وجنبه كده كوباية نسكافيه لذيذة كده، وفطرت الحمد لله. بعد كده دخلت بقى على الأوضة، حسيتها كانت مطربة قوي ومحتاجة كده تلميعة وكنسة سريعة، بس الموضوع بقى اخد مني يعني مجهود اكتر، وقلت انا همسحها بالمرة ومسحتها. حقيقي ما حسيتش بنفسي غير وانا بدلق ميه وبجر الميه كده، ولقيت بقى الاوضه خلاص نطفت، فرشينا بقى لفقرة المعطر. وبعد كده بقى حطيت غسيل وطلعت لي بقى برجر علشان خاطر اعمله كده على الغدا، بقى بشويه زيت صغيرين، وبعد كده حطيت عليه البرجر بقى عشان يتحمر، وكمان قطعت بقى طماطم وفلفل وبصل. كنت عايزه اعمل سندوتشات بيزك عاديه جدا. قطعت العيش بتاعي وحطيته بقى يتحمص كده مع البرجر وياخد من طعم البرجر بس، وحطيت بقى شويه يعني صوص برجر وعليه بقى الطماطم والخيار وكده. ولا اسهل ولا اروع من كده سندوتشات. بعد كده بقى نضفت بقى البوتاجاز، وبعد كده رحت بقى عند ماما عشان كنا عايزين نعمل مفتقه. جيبي بقى ورايا يا ست الكل، هنجيب بقى حله نحط فيها كيلو من العسل الاسود وعليهم بقى حلبة مطحونه، ونبدا نقلبهم كده كويس لحد ما الخليط كله يتجانس، وبعد كده نسيبه ربع ساعة يخمر. حلة تانية بقى انزل بنص كوباية زيت، نحط بقى الزيت بتاعنا على النار، بعد كده لما يسخن نحط عليه بقى نص كوباية من الدقيق، بعد كده نقلبهم كويس كده. بعد كده بننزل عليه بسوداني محمص وسمسم محمص، نقلبهم كويس جدا. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الكركم ومعلقتين من المغات، نقلب كويس قوي. بعد كده بننزل بكراوية وينسون وشمر متحمصين الاول، وبعد كده بنطحنهم، وبعد كده بننزل بقى بشوية حبة بركة. عايزه اقول لكم ان احنا كل ما بنضيف حاجه لازم نقلب كويس عشان الخليط كله يتجانس مع بعضه كده. بعد كده بننزل بقى بالعسل اللي احنا كنا سايبينه على جنب كده يخمر شويه. بعد كده بنسيبه يغلي 5 دقايق ونحط عليه عصير ليمونه. اهم حاجه ما يفرش وهو بيغلي، اهم حاجه دي اهم حاجه. بعد كده بقى لما بنعصر عليه الليمونه 5 دقايق ونطفي عليه وتاكلوا احلى مفتقه. دي طريقه ماما. انا اول مره اعمل معاها المفتقه بس كانت لذيذه قوي قوي قوي. المهم يعني بنحطها في الاخر بقى في برطمان كده بعد ما بتبرد، وبس كده هتاكلوا احلى مفتقه. عايزاكم بقى تجربوها تقولوا لي رايكم فيها ايه. اخر اليوم بقى لبست ولبست العيله كده لبس سريع، ونزلت مع اختي بقى عشان كنا رايحين